النهارده تجربتنا لشاورما شاكر، وعجبني قوي الصوره اللي حاطينها بتاعت صديق الدجاج. وهل ده معناه ممكن ان هو مش بيعمل شاورما دجاج؟ المهم انا موجود حاليا في فرع شارع سالم المبارك، والمطعم نظيف وكبير وواسع ومتنظم حلو جدا، وانا صورت لكم المنيو عشان تشوفوا الاسعار، ولكن لفت انتباهي ان عنده شاورما دجاج. امال ايه حكايه صديق الدجاج دي؟ هي الصدقه دي مبنيه على التضحيه من الدجاج ولا ايه؟ ما علينا. المهم المطعم زي ما قلت لكم راعي الجوده والنظافه، بيستخدم المعدات في تقطيع الشاورما. عجبني فكره كمان ان هم بيخبزوا الصمونه اللي بيتحط فيها الشاورما. المهم انا طلبته ولقيته بيديني الجهاز ده. اول لما الاوردر بتاعي جاهز لقيته نور ورحت استلمته. انه النظام يا ساده. انا حاسس ان الموضوع اكبر من سندوتش شاورما، بس والله انا مبسوط بالتجربه لحد دلوقتي. ويلا بينا على الريفيو. اول حاجه طلبتها بطاطس شاكر بسعرها نص دينار، وعجبني تقطيعتها وطعمها، وبجد كانت جامده، وكان جاي مع الطلب مخلل، ودي حاجه حلوه. تاني حاجه جربتها شاورما الدجاج اللي كانت صديقه شاكر. ما هي خلاص بقت شاورما، اكيد ما عادتش صديقته. المهم سعر الصمونه 750 فلس. بعيد عن الهزار فبجد طعم تتبيله الشاورما حلوه جدا. دجاج ما فيهوش زفاره ولا زناخه، ولكن انا حسيت السندوتش مش مملي قوي وصغير، وعشان افكر ابدا اشبع محتاج لاقل حاجه 4. ونفس المبدا ده طبقه على صمونه شاورما اللحمه اللي سعرها نفس صمونه شاورما الدجاج 750 فلس. صراحه طعم الشاورما كان جامد، وفي النهايه تقييمي للتجربه بالنسبه للجوده فكانت ممتازه، وبالنسبه للطعم فكان ممتاز، وبالنسبه للحجم فانا خلصت السندوتش في 3 اطماط. وبس كده، وما تنسوش اللايك الجميل.